السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم ياسين سبورتس. فيديو اليوم سيكون بعنوان: هل يغيب عن إفريقيا؟ حكيمي يغادر موقعة بايرن ميونخ باكيا بعد إصابة قوية. تعرض النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لإصابة قوية للغاية خلال مواجهة بايرن ميونخ التي انتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول انطلق حكيمي بالكرة من الجهة اليمنى، لكنه تعرض لتدخل عنيف للغاية من الكولومبي لويس دياز نجم بايرن ميونخ الذي حصل على إنذار، ولكن النجم المغربي الدولي بكى بحرقة شديدة نتيجة قوة الإصابة في كاحل القدم اليسرى. بينما عاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو المساعد الفار ليعدل قراره ويطرد لويس دياز، ولم يقدر أشرف حكيمي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 27 على الوقوف على قدمه ليغادر الملعب مستندا على زملائه في الفريق والجهاز الطبي لسان جيرمان. واضطر المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان لاستبدال أشرف حكيمي وإشراك مايولو في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع. وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما لويس دياز في الدقيقتين الرابعة والدقيقة 32 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي، لكن أصحاب الأرض ردوا بهدف سجله جواو نيفيز في الدقيقة 72. وتهدد هذه الإصابة النجم المغربي الدولي بالغياب عن الملاعب فترة طويلة، وتثير الشكوك حول جاهزيته للموعد الأهم كأس الأفريقية التي ستقام في بلاده خلال الفترة من 21 دجنبر المقبل إلى 18 يناير 2026. نهاية الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة والدعم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.